الطربوش اللي انتوا شايفينه معايا ده ليه قصة وحكاية ورواية هنحكيها مع بعض. بيقال ان في سفينة عثمانية رست على الشواطئ المغربية، سفينة عثمانية اللي هي من الدولة العثمانية اللي هي تركيا دلوقتي، ورست على الشواطئ المغربية يعني في دولة المغرب العربي، دولة المغرب الشقيق، دولة المغرب اللي بتطل على البحر المتوسط وعلى المحيط الأطلنطي. البحارة الموجودين في السفينة العثمانية بدأوا يتعاملوا مع السكان المحليين في دولة المغرب ولقوهم بيرتدوا فوق راسهم الطربوش ده. الطربوش ده اللي أصله من الأمازيغ أو أصله أمازيغي، من الشعب الأمازيغي اللي كان بيسكن في المنطقة ديت اللي هي منطقة المغرب العربي. واعجب البحارة جدا بالطربوش ده وخدوا عدد منهم وراحوا بيه على الدولة العثمانية. طبعا في الدولة العثمانية البحارة في استقبال السلطان محمود الثاني بدأوا ان هم يرتدوا الطربوش ده، وبدأ ان هو السلطان يعجبه فكرة الطربوش، فبدأ انه يدي فرمان على ان كل السكان يرتدوا الطربوش ده بدل العمامة. طيب الطربوش هل ليه سابقة قبل ما يروح الدولة العثمانية اللي هي تركيا؟ بيقال ان الطربوش ده جه مع الفاطميين لما نقلوا عاصمتهم من تونس في المهدية إلى القاهرة في مصر، وإن الطربوش دخل مصر في عهد الدولة الفاطمية. والطربوش بدأ يتنقل من الدولة العثمانية إلى سوريا في الشام، ومن الشام إلى الديار المصرية. يبقى احنا عندنا إن الطربوش ممكن يكون دخل مصر والديار المصرية أثناء الدولة الفاطمية لأنه أصلا جاي من المغرب وإنه أصله أمازيغي، وإنه يقال إن هو بعد بقى ما السلطان محمود الثاني إدى فرمانه انتقل من الشام إلى الديار المصرية. لكن خلينا نقول ان الطربوش في عهد محمد علي باشا بدأ محمد علي باشا يستورده من بره، يعني بيجيبه سواء من المغرب او بيجيبه من الدولة العثمانية. وقتها كل المصريين كانوا بيلبسوا العمامة، شأنهم شأن كل المصريين او شأن كل العرب او معظم العرب في الوقت ده. بدأ ان هو يعمم فكرة ارتداء الطربوش. في البداية كان بيجيب التوانسة يعني من تونس ان هم يقوموا بصناعة الطربوش ده في مصر، لكن بمرور الوقت بدأ الطربوش ده يتنشر في مصر، وبدأ المصريين يكونوا متميزين بل بارعين في ارتداء الطربوش. بعض الناس بدأوا يلبسوا الطربوش بشكل مباشر على طول، والبعض الآخر بيلبس الطربوش وحواليه العمامة، وده لسه موجود مع طلبة الأزهر واللي بيلبسوا الطربوش وحواليه العمامة. المهم ان محمد علي بدأ ينشر الطربوش بقى بعد محمد علي باشا بدأ ياخد شكل مختلف في عهد الوالي محمد سعيد باشا، وبدأ ياخد شكل مختلف تاني في عهد الخديوي إسماعيل. طبعا بدأ إن هو يتطور الطربوش وأصبح زي من الزي الرسمي للمصريين، بل إنه هو شكل من أشكال الأناقة والجمال، وإن الأفندية والبهوات والبشوات لازم يلبسوا الطربوش، وكل طربوش بيدل على الشخصية اللي بترتديه من حيث الخامة ومن حيث الشكل ومن حيث أناقته وشياكته. وفي عهد الملك أحمد فؤاد في مصر بدأ الاهتمام بالطربوش اهتمام غير عادي، وبدأ ياخد الزي الرسمي للمصريين. وجه عهد ابنه الملك فاروق اللي بدأ يهتم هو كمان بشكل الطربوش، وخد شكله اللي احنا بنشوفه دلوقتي في بعض الأفلام الأبيض وأسود في السينما المصرية في الأربعينات. طبعا الطربوش في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر اللي بدأت في عام 1882 لعند الجلاء في عام 1956 كان الطربوش زي رسمي للمصريين، وكان علامة من علامات التحدي للاحتلال الإنجليزي، لأن الإنجليز في مصر لما جم كانوا عاوزين يفرضوا على المصريين القبعة البريطانية أو القبعة الإنجليزية أو القبعة الغربية، لكن المصريين تمسكوا بالطربوش في دلالة وإشارة واضحة للتحدي الإنجليزي. لعند بقى لما جت الخمسينات وفي عام 1958 بدأت تختفي صناعة الطربوش أو ارتداء الطربوش للمصريين، لكن ما زال المصريين وخاصة طلاب الأزهر الشريف بيرتدوا الطربوش وعليه العمامة. يا رب يكون في حلقة النهاردة نكون عرفنا بعض المعلومات عن الطربوش.